السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود رجب وقناة ظهور الأرض، ورجعنا لكم بعد ما ركبنا اللوحة الستاند، عملنا الخرسانة، وصلنا الكابلات داخليا. أول خطوة هنعملها قبل ما نشتغل على البرنامج وهي إن أنا أشوف الديكودر اللي أنا ركبته كام ديكودر وإيه اللي سمع معايا على اللوحة. فبدوس على المنيو القائمة، بجيب الديكودر وبعمل سيرش على الديكودر زي ما انتم شايفين كده. بعمل سيرش على الديكودر بالمنظر اللي انت شايفه ده. هنا الافضل طبعا ان انت بتحاول تعمل سيرش على كل البول بوكس اللي موجوده معاك. اي نقطه توصيل تشتغل عليها، تشيك عليها ان هي شغاله تمام وكويس، وان انت وصلتها تمام. يفضل انك تراجع عليها بنفسك. تمام. وبعد كده بتعمل السيرش على او الريفريش على الديكودرات اللي موجوده عندك. وزي ما انت شايف العدد هنا، الديكودر رقم في مديول رقم 1 بنعمل سيرش عليه. وبعد انتهاء السيرش هيقول لك ايه اللي وصل لحد فين، او ايه اللي مسمع معاك او اللي مش مسمع معاك على الديكودرات. اللوحه هنا فيها 57 محبس، يبقى 57 ديكودر. وفي اكتر من نقطة توصيل مجمعة لتجميع الديكودرات المحابس او الكابلات. وهي المحبس هي حوالي 20 نقطة في الموقع كله، او في المنطقة دي كلها اللي هتخدمها عليها لوحة الديكودر. دي من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تعملها قبل ما تعطي اي اوردر، قبل ما تشتغل في ان انت تحط التايم او التوقيت، او حتى ان انت تشتغل بلوكات. لازم تتاكد ان الديكودرات اللي انت عملتها او اللي انت مركبها على الاسبلت، مش على الشيب درونج، على الاسبلت، بحيث ان لو في اضافة جديدة بتشتغل عليها. ووصلنا لابديت كومبليت، اقول له اوكي واجي اشيك. انا عندي هنا من اول 20، يبقى كده قبل 20 في مشكلة في كونكت 1. وببدأ بشوف الارقام زي ما انتم شايفين كده، الارقام كلها لحد 57 متوصلة. يبقى انا عندي في مشكلة ما بين محبس 19 وبين محبس 20. هشيك عليه وبعد كده ابدأ اعمل سيرش تاني للوحة عشان اتأكد ان توصيلاتي كلها تمام، عشان ابدأ ان انا ابرمج اللوحة. شكرا ليكم واستنونا في فيديو جديد.